ديربي ريال مدريد اللي انتهى بخسارة الريال ب5 أهداف مقابل هدفين. طبعا مشجع الريالي كان متوقع بأنه الأمور راح تكون أفضل وراح تستمر سلسلة انتصارات وتكون الأمور على العال. على كل أنت لو تعمل رزنامة إليك وتتوقع عدد النقاط، هاي من المباريات اللي ممكن تتعامل معها انها 0 نقاط او نقطة واحدة مثلا تعادل. انت بتلعب مع اتلتيكو مدريد على ارض اتلتيكو مدريد، فالخسارة متوقعة 5 أو 7 أو 6 أو 2 أو 3، فهي خسارة 3 نقاط. على كل راح نحكي بتكتيكات المباراة شوي، وراح تعرف بانه بعضها في خسارة تكتيكات، جزء من الخسارة، وفي جزء الاخر اللي هو رعونة اللاعبين. لما تشوف انه ريال دخلها ب 4-2-3-1، دخل بلينغهام. ليش؟ لانه بده قوة بدنية في الوسط، وعارف انه مباراة بدنية، فحب انه يكون بلينغهام موجود، وحب انه يغطي على تقدم فينيسيوس، لانه هو عارف انه اتلتيكو راح يضغط على الاطراف، فقال لك انا بخلي فينيسيوس ببدايه هجمتي يكون يستلم الجهه اليسرى، لانه هو عارف انه اتلتيكو راح يكون متقدم على الطرف هذا. على الجهه الاخرى ايش عمل؟ لعب باردا جولر. ليش؟ بده يفوت اردا جولر على العمق، بالتالي راح ياخذ غريمه او خصمه من اتلتيكو مدريد، راح يسحبه للعمق، فبالتالي راح يكون امام كارفخال 1-1 بس، مش راح يكون في عنده زياده عدديه على الطرف الايمن. هاي بعض التكتيكات اللي دخل فيها ريال مدريد او المدرب تشابي الونسو في هاي المباراه. مع اهداف الريال راح اشرح لك برضو شوي عن التكتيكات الهجوميه اللي كان يشتغل عليها الريال. على كل بدات المباراه بهدف مقابل لا شيء من كره عرضيه وصلت للمدافع نورمان وسجل الهدف الاول 1-0. بتشوف بانه ريال سجل هدفه من الجهه اليمنى اللي ما بيلعب فيها جناح فرانكو. ليش؟ لو الجناح فرانكو موجود ما راح تكون عند مبابي مساحه يركض فيها، فبالتالي هو ما لعبه، خلى اردا هو اللي ياخذ، عشان اردا ياخذ بالعمق، ولو تقدم للطرف راح يكون على الطرف بالوسط حتى يعطي امبابي فرصه انه يتحرك في المساحه هاي. وهنشوف كيف ان امبابي بذكائه عمل 1-2 مع اردا وتحرك في المساحه وسجل الهدف الاول. الهدف الثاني للريال بتشوف بانه كيف اردا جولر كان يلعب بالعمق، يلعب خلفي. يعني لما كان امبابي، احنا بنعرف انه امبابي بيطلع خارج منطقه الجزاء، فبالتالي المباراه هاي كان مين اللي بفوت؟ بيلينغهام كان يفوت بداله. فبالتالي لما بيلينغهام ومبابي دخلوا منطقه الجزاء وفينيسيوس كان موجود على الطرف، شفنا كيف اردا جولر هو اللي متحرك بالعمق مقابل منطقه الجزاء حتى يسدد. واللقطه هاي تعادت مره ثانيه في لقطه ثانيه لكنه ما توفق فيها، حتى بيلينغهام رجعوا له اياها، بما يدلك على انه اللقطه هاي محسوبه وهم عارفين شو بيشتغلوا. 2-1 في نهايه الشوط سجل اتلتيكو مدريد هدف التعادل. انتهى الشوط الاول على 2-2. الشوط الثاني ايش اللي صار؟ هسه من هسه وطالع راح نبلش نحكي عن رعونة اللاعبين. ركله الجزاء دقيقه 51 عملها اردا جولر بتصرف يعني مش ارعن، يعني تصرف غريب. يعني ترفع رجلك للمسافه هاي، ليش ما ضربتها براسك؟ يعني غريبه. اعطى اتلتيكو مدريد ركله جزاء، سجلوا منها الفاريز الهدف الثالث. بعد هيك شو اللي صار؟ المدرب عرف انه بده يقوي الاطراف اكثر، بده يزيد القوه الهجوميه اكثر. شو اللي صار؟ دخل كامافينجا ودخل اللاعب فرانكو، فبالتالي لما دخل صار يلعب الثلاثه قلوب بالدفاع. المحاور صارت كامافينجا وفالفيردي، الجناح فرانكو صار هو ماخذ الطرف حتى يوسع الملعب اكثر، حتى يفك تكتلات اتلتيكو. وبرضه شفتوا انه كان يلعب كمهاجم، يعني هو ببلش الهجمه وبكملها كمهاجم. الهدف الرابع برضه من رعونه من جناح فرانكو، ما كان لازم يعمل زي هيك. هسه انت بتلعب مع فريق اتلتيكو مدريد، بغض النظر عن اتلتيكو مدريد، اي فريق بالدوريات الخمسه الكبرى لما تلاقيه رابع او ثالث او ثاني او اول، بدك تعرف ان الكرات الثابته هاي سلاحه في التسجيل، سلاح لهم بتدربوا عليه. يعني اللعيبه ب 30 و40 مليون وراتبه 5 و6 مليون، هاي حياه كره القدم. فبتلاقيه بعد التدريب بتلاقيه مثلا بيعطي حاله نص ساعه وساعه بتدرب على الكرات الثابته، وفي عندهم تولز وفي عندهم ادوات بتساعدهم انهم كيف يسجلوا. فبالتالي انت الحركه اللي عملها فرانكو لما سحب المهاجم اعطاه ركله حره مباشره، سجل من الهدف الرابع. بعد هيك احنا قلنا لعبوا 3 قلوب دفاع اللي هم تشواميني واسينسيو وهاوسن. الهدف الخامس انا بدي اخذ رايكم بالموضوع هذا. هل كان تصرف تشواميني خاطئ؟ يعني مش كان افضل لو هو تقدم على الكره، مش انه رجع واعطاه مساحه؟ يعني لو تقدم على الكره، احنا مش بحكي اعاقه لانه راح يكون طرد، ما بحكي اعاقه، لكن لو تقدم على الكره وحاول انه ياخره باي طريقه كان ممكن انه ما تصل للهدف، لكن هو تاخر
هو كان خياره، تراجع واعطى اللاعب مساحه براحته لمصلحه جريزمان وسجل الهدف الخامس. على كل بتعرف بانه المدرب تشابي الونسو بايش اخطا؟ بانه ما اعطى الاطراف حقها. يعني لو لعب بفرانكو من اول على الجناح الايمن كان ممكن يعني اخذ الطرف اكثر، ولو خلى لاعب ثاني غير بيلينغهام هو اللي يسكر على الطرف الثاني برضه بجوز كان الوضع افضل وافضل. على كل المطلوب حاليا من تشابي الونسو بانه يطلع الفريق من المود. هاي 3 نقاط، مباراه وانتهت، ما بدك تدفع المباراه الجايه، في عندك دوري ابطال اوروبا، في عندك دوري، في عندك كاس، لسه يعني الشوط ده امامك طويل. زي ما حكينا المباراه هاي لو انت تعمل ليست عندك وتشوف شو المباراه ممكن تخسر فيها، هاي المباراه ممكن تحطها عادي جدا انك تخسر فيها. يعني انت ما خسرت مثلا مع فريق ليفانتي، ما خسرت انت مع فريق من الفرق مثلا الصاعده حديث، لا انت خسرت مع فريق قوي وعلى ارضه، فبالتالي عادي جدا انك تخسر 3 نقاط. نهايه الفيديو يا شباب، لا تنسوا من الدعم، استودعناكم في امان الله.